ها هينفع؟ طب وقفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كده بخير يا رب، وبصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله انا قمت من النوم ما لقيتش عندنا في الفريزر الا رغيفين عيش. فقلت لروضه يلا نخبز. لا مش هنخبز. قلت لها لا، عشان ابوكي جاي بكره من الشغل وبيتضايق لما بنبقى احنا بنعمل اي حاجه في البيت وهو شيء موجود. يلا هنخبز النهارده ونعدي يومنا كده على خير. فانا قمت بقى ايه من النوم، عملت كل اللي ورايا الاول، وبعدين نخلت الدقيق، جبت ده دقيق زيرو على دقيق بلدي من الشكاره اللي هي قدامكم دي. فقلت يلا بقى نسمي الله ونبتدي. فانا هنا بعجن، بجيب ميه فتره من الحنفيه، يعني انا بملى ميه من الحنفيه وبحط عليها حبه ميه سخنين بس تضيع السقعيه بتاعتها. ميه فتره كده ايه، اقل من دمعه العين زي ما بيقولوا. وبعد كده بحط الملح وبدوبه زي ما انتوا شفتوه كده. وبعدين بديله شويه لته شويه، وبعدين احط الخميره في نص اللت عشان خاطر اقلب الخميره حلو مع العجين، والعجين يبقى خامر كله، ما يبقاش جنب خامر وجنب مش خامر. فانا بحب اقلت الخميره بالعجين. سمي الله كده ونصلي على النبي ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله. آه انا مش عارفه بصراحه اقول ايه بس انا طلعت زهقتكم من الخبيز والعجين والعيش، بس نعمه ربنا الواحد ما زهقش منها. بس انا يا جماعه بخبز كل 15 يوم، يعني اخبز الطشت دوت 10 كيلو بيقضيني مده 15 يوم. فطبعا انا ايه ما بناكلش العيش بتاع الفرن او العيش السوق وكده، فانا لازم اخبز على طول. فطالما انا بخبز فانتوا تبقوا معايا ايه في اليوم بتاع الخبيز. النهارده بقى هنخبز وهنعمل غدا حلو كده، وهخبز بقى بالليل لان الجو حر، لان انا اتعلمت من الخبزه اللي فاتت اللي حصل لي. والدنيا ضلمت عليا وبتاع، فانا ايه والحر وكده، فانا قلت اخبز بقى بالليل. ده انا كنت بعد العصر، انا دلوقتي بعد العصر بعجنه. هو طلع في طراوه المغرب. انا كده خلصته وسطرته واتشهدت عليه. قلت بقى يلا ايه نجهز الغدا. قعدت بقى اقطف شويه ملوخيه عشان نعمل بقى ايه ملوخيه وعيش طري. يعني احنا عندنا في الفلاحين يقول لك ملوخيه وعيش طري. يوم الخبيز اعملي شويه ملوخيه. فرحت عامله بقى ايه نص، جبت بعت البنات جابوا لنا فراخ من بره وجابوا لنا نص كيلو ملوخيه وقعدت قطفته. انا الملوخيه يا جماعه بقطفها، باخد اللبلوبه من فوق كده، يعني باخد حته من العنق بتاع الحته الطريه اللي فوق خالص عشان تلف وتخلي الملوخيه تقيله وجميله. فكنت غسلتها بقى وشطفتها، وبعدين ايه طلعت فوق قدام الفرن. انا بخرط في الملوخيه دلوقتي. فقلت لقيت اليوم العاصفه الهوا الجامد دوا، كانت العيشه اللي انا حاطه فيها الفرن كانت طارت تحب منها، الفرن ذات نفسه طار من مكانه. فطلعت انا والبنات ظبطنا الدنيا فوق وروقنا ونضفنا وكنسنا وخلينا زي الفل. طلعت نزلت لقيت العجين فاضل فيه حاجه بسيطه، قلت لها يلا بقى هاتيلي الملوخيه قرصت خرطها عشان اطلع ايه اشوف عشان اطلع اقرص على طول. فكان التيسير طبعا اللندا، طبعا المره اللي فاتت كنتوا عارفين انها كانت بايظه. فقلت التيسير خدي ظبطها لنا عند اي حد كهربائي وشوف لنا العيب في ايه، علشان انا مش عارفه اعملها. فخدتها وراحت، فكان العجين خبر. يا علي يا روضه شيلي العجين، اشيلهولي ما رضيتش بصراحه ربنا تشيلهولي. فانا لقيتها هتشيله كان تقيل عليها، ولقيته بيتدلدق منها كده من ورا، يعني هي مايله لورا. قلت لها لا العجين هيتبهدل، شيلهولي انا هطلع بيه. زي ما انتوا شفتوني كده خدته طلعت بيه. وهي قالت لي طب استني اما اصورك وانتي طالعه بيه. قلت لها خلاص بعد ما طلعت. قالت لي لا هصور. المهم شلنا قصب بعض ودخلناه العشه زي ما انتوا شايفين كده. انا ما كنتش، يعني المكان دوا كان مقلوب. سبحان من روقه، يعني روقناه انا والبنات وخليناه حلو عشان اعرف اقعد ايه اخبز فيه وكده. هنا بقى ابتديت تقريص. فانا برست بقى ايه وسعت، ما ضيقتش زي الاول. اللوح ده كنت بعمله تلاتات، عملته اتنينات بس. وسبت ايه حبه عجين كده ايه في قلب الطشت، عملوا لي ايه صينيه وتلات ترغيفه تانية على الصينيه، بحيث ان ايه العجين يبقى طالع في شوقه وما يبقاش رافع قوي على الواح وايه ويبوظ مني زي المره اللي فاتت وكده. الواحد بيتعلم من اخطائه يا جماعه، وكل طول ما الواحد عايش بيتعلم. يعني بيقول لك يموت المتعلم ولا يتعلم. فكل واحد بتاعه. انا كده عملتها اتنينات. انا كنت بحط رغيف في النص ما حطيتش، قلت عشان يبقى واخد راحته وما يبقاش ايه اللوحين والصينيه. وسبت الحبه دول جم ايه صينيه برضو وتلات ترغيف بس. ايه بقى
تيسير هي اللي خبزتهم. تعالوا بس خليكم معايا كده وشوفوا تيسير وهي ايه بتخبزهم قدام الفرن والعيش بتاعها طالع عامل ازاي. فانا لازم اعلمها علشان ايه البنت تنفع نفسها يا جماعه وهي مخطوبه، ولازم ايه وحماتها بتخبز وكده، فلازم تتعلم في الخبيز. هنا بقى ابتديت اخبز بقى. كنت حطيت اول رغيف، بظبط الفرن في الاول كده اشوف النار عامله ايه وكده. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه يحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل لنا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، العيد الكبير قرب وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتبقى حلوه. هنعمل مع بعض رقاق، واحتمال اسويه في البلاطه بس مش متاكده. لو البنت عرفت تقعد تسوي عليا في البلاطه اللي هي الطين هنشغلها ونعمل، بس انا عايزه اتاكد بس منها هي هتقعد تسويهولي عشان تيسير فافي قوي، بتخاف من النار والحراره وكده. فلو قعدت وسوت لي الرقاق في البلاطه هسويه. وانا بوريكم الرقاق بقى وعمايلي في الرقاق بصراحه ربنا الحمد لله، مش شكرانيه في نفسي يا جماعه، انا بعمل رقاق حلو قوي، وهنعمل مع بعض ان شاء الله رقاق حلو. هنا بقى ابتدي الدنيا دلوقتي ده بقى كان المغرب بيأذن عليها وانا قاعده بقى ايه بخبز لسه في اول صينيه. الجو هنا دلوقتي بيبقى طراوه وجميل يا جماعه، حلو قوي في الخبيز في الصيف بالذات. يا تخبزي بدري قوي يا تخبزي اخر النهار في المغربيه كده. فانا بعد كده ان شاء الله لاني مش هينفع اخبز بدري لان الشمس بتبقى لسه طالعه، وانتوا شايفين يا جماعه دي عشه يعني، والشمس بتبقى طايلاني من كل يمه، فانا لازم اخبز ايه اخر النهار. حتى انا كمان يعني مش من النوع اللي بقوم من بدري من النوم يعني، انا بحب اقوم براحتي يعني. صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بس كنت لسه حتى النار لسه ما اتظبطتش فظبطتها من تحت، كانت وطيت وقعر الرغيف كان بارد فظبطت النار. هنا بقى الدنيا بقى ابتدت تظلم عليا، وتيسير جابت لي اللنده بقى وشغلتها، فقلنا يلا بقى نعمل مع بعض كده. هنا بقى هي دلوقتي التيسير بتقرص اهي، بتقرص الايه الصينيه اللي انا اديتها لها. صلوا على النبي يا جماعه. انا قاعده عماله بقول لهم بتريق على تيسير وعلى روضه. روضه من نص لسان ده هي. بس انا والله تعبت قوي في اليوم ده، بس الحمد لله يعني انا خلصت ال العيش بين المغرب والعشاء، يعني كان فاضل حوالي 10 دقايق على العشاء. نشوف العيش طالع جميل ازاي يا جماعه، مستوي ومقلي زي البلحه الحمراء زي ما بيقولوا، وريحه كان جميل وكل حاجه فيه كانت حلوه قوي بصراحه ربنا. العيش المره اللي فاتت انا كنت قاعده متضايقه وانا بخبز قدام الفرن، ودي كان اول مره اتضايق بصراحه من الخبيز وكده. بس هو بقى عشان ايه الحر هو اللي خلاه عمل معايا كده، واللنده اللي ما بقتش راضيه تولع والدنيا ضلمت عليا هنا. خلاص كنت خلصت اهو، وكان ايه تيسير قلت لها هاتي لي الصينيه بقى اللي انت مقرصاها دي عشان احدفها. فبتقول لي يا ماما خليني اناولك من على الصينيه. قلت لها لا يا حبيبتي تعالي اخبزيه، اقعدي قومي تعالي اخبزيه، انت هتفضلي لحد امتى مش عايزه تقعدي تخبزيه؟ قالت لي بجد؟ قلت لها اه بجد، قومي اخبزيه. انا خبزت بس رغيف بس عشان اشوفه يعني رافع حلو ولا لا، لان العجين لو مش رافع حلو بيعمل بقع سودا كده وبيبقى تقيل ومبيبقاش حلو في الخبيز يعني. فقلت لها استني كده اما اشوف الرغيف دوت وبعدين ايه هقوم ايه واقعدك. فانا قمت بقى وقعدتها قدام الفرن عايزه تشيل، قلت لها استني ما تشيليش حاجه. فانا خبزت اول رغيف، هو كان ناقص حاجه بسيطه يعني، بس قلت لها خلاص تعالي ده هيبقى في شقه حلو. هنا بقى اتنقلت وقعدت ارحلها، وهوريكم دلوقتي عشاء. 3 رغيفه التانيين على الصينيه التانيه، انا بقول لها بص انطري باظ اول رغيف باظ. انت مزعقه لها، قلت لها انت اللي هتاكليه، هلمهم لك كلهم واكلهم لك. اقول لها انطري كده عشان ينزل من على المطرحه زي ما انا مديهولك، يعني حتى لو انت الحدفه بتاعتك ما بتطوحش فانطريه زي ما هو انا مديهولك على المطرحه. بقول لها انطريها اهو. جه يعني شويه بعد كده بقى خبزت حلو. بتاريحي وديها، بس خبزها يعني ايه يتحسن برضو شويه عن الاول. ده الرغيف بتاعي، بص الرغيف ده بقول لهم معوج من اليمه التانية. ده عيش تيسير. فروضه بتخبي الحته المعوجه وتجيب الحته العدل.
انا بقى قلت اغطي الرغيفين عشان السقعه وكده، الدنيا ابتدت الهوا، فعشان ما يقشفش مني وكده ويعمل قشر على الوش كده ويبقى ايه مقشف، يعني احنا بنقول عليه مقشف. اديها ظبط الرغيف واديهولها، اقول لها طلعي ودوري علشان خاطر ايه العجين يبقى مستوي حلو. هي بتحط الرغيف وتسيبه، اقول لها لا دوريه هاتيه من هنا اهو، ده رغيف برضو بتاع تيسير برضو حلو. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه ما تنسوناش باللايك بالله عليكم، عشان خاطر تيسير وقعدتها قدام الفرن. ده عيش تيسير يا جماعه، بقول لهم شوفوا خبيز تيسير حلو ازاي. بصوا بقى الرغيف دوت روضه، اول ما جبته راحت بعد الكاميرا عني على طول. قلت لها ماشي. سبتهم بقى يلموا العيش ويلموا الحاجه ونزلت اكمل الاكل بقى. انا كان يوم احنا قاعدين بنتغدى بعد العشاء، فورت بقى شويه الملوخيه وحمرت لهم حبه رز وحمرت الفراخ وكده وايه، وقعدنا اتعشينا. بفور بقى شويه الملوخيه، حطيت لهم نص مكعب ماجي لان الشوربه كانت حقيقها مظبوط، فما رضيتش اكتر الماجي عشان الماجي ايه ما تخليش الملوخيه حادقه او كده. انا بحب احط طماطميه يا جماعه في قلب الملوخيه بصراحه، بسويها مع الشوربه وبهرسها كده وبشيل القشره بتاعتها واروح حطاها. بصراحه ربنا الملوخيه بتبقى طعمها حلو. فانا بقى هنا كنت مخرطه الملوخيه بقى وانتوا شفتوني كل ده وانا ايه فوق. سبتهم بقى بيلموا العيش ويلموا الالواح ويلموا الرده ويلموا كل حاجه، وقعدت انا ايه اعمل. فنزلوا الحاجه عبال ما حمرت حبه الرز كده، ولقيتهم نازلين ورايا على طول بصراحه، لانهم قالوا لي انت مش هتعرفي تصوري لوحدك. قلت لهم مش مشكله، كنت عملت اي حاجه كده وخلاص. قالوا لي لا. فتيسير نزلت لي وابتدت تصورني. هنا الملوخيه خلاص اهي، هعمل بس فص الثوم اهو. حطيت حبه سمنه وحطيت الثوم عشان ايه يتحمر وكده، وفي نفس الوقت الرز محطوط على العين التانية وبحمره اهو. حطيت كمان الشعريه، لا لسه ما حطيتش الشعريه. هنا بقى احط الشعريه وتيسير بقى ايه بتقلب في التومه. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا التومه هي تحمرت اهيت وبقت حلوه، هحطها بقى على الملوخيه ونشهق شقه ايه ونيس، شهقه ونيس في الملوخيه. ملوخيه خضره وجميله ازاي ومسكره زي العسل. انا بقى احط بقيه الرز وهزود، وعبال ما الرز يتشرب هكون حمرت الفراخ علشان ايه نقعد نتغدى وكده، لان احنا بجد اتاخرنا وجوعنا ولصنا من الجوع. حتى روضه من جوعها جابت يعني شيبسي وقعدت كلت فوق جنبي لانها ما كانتش فطرت. بزود الرز. وحدوا الله يا جماعه وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه، حطوا لنا اللايك بالله عليكم، قدروا تعبي يا جماعه. صلوا على النبي. خلص كده زودت الرز هغطي على طول. خلصت بقى وغرفت وقاعدين بقى، فبقول لكم ايه تعالوا كلوا معانا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم من قادر الرغيف اللي روضه كانت بتاكل فيه. بس بقول لك بقى ما قدرناش نعمل سلطه ولا قدرنا ننزل نجيب مخلل. اشوفكم وشكوا على خير يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي.